خساره الزمالك من الاسماعيلي والسنه الجايه طبعا لا في افريقيا ولا في دوري. خلينا نتكلم صراحه يا جماعه، بس اللي يزعل يزعل، اللي يطق يطق. فرقه الزمالك ده يا جماعه ما يستحقش تلعب في كاس الجبنه الرومي يا جدعان. اللعيبه ما بتعرفش تلعب كوره، العيال دي ما بتعرفش تقف في الملعب، رصتهم في الملعب غلط. الراجل طبعا قدم استقالته خلاص، قال لي للجهاز الفني ان انا مش هكمل مع الناس دي. لا حق يا جماعه، الراجل ودانه طرطقت، ودان الراجل طرطقت من تالت ولا رابع ماتش. امال احنا نعمل ايه؟ بقالنا سنه، بقالنا 2 بنهاتي يا جماعه. الناس ما بتعرفش تلعب كوره يا خلق، هو غيروا الناس. انتوا كنتوا عايزيننا نروح نلعب كاس السوبر، كنتوا عايزيننا نلعب الاهلي في الامارات، عليا النعمه ورب العزه ورب العزه احنا كنا رجعنا من الامارات ماشي. احنا هنقرع على بعض يا جماعه؟ سوبر ايه اللي نلعبه ده؟ احنا سوبر ماريو كبير علينا. ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ هو اللي يتكلم في حق يبقى غلط؟ انت كراجل زملكاوي شايف ان دي فرقه؟ يا ابني احنا ما اتفرجناش النهارده على ماتش. انت بتلاعب فريق زي الاسماعيلي ده طوب الارض بيكسبوا يا ابني، طوب الارض بيكسبوا. 2 عبط النهارده بيلعبوا بعض. الاسماعيلي اي حد معدي بيكسبه، عمال يتقرنن عليك ويعملوا كعوب. ده كانوا يكسبوك 4-5. الاسماعيلي اللي بينافس على الهبوط يكسبك 4-5 مرتاح مرتاح. نيجي للرؤى يا جماعه. بص يا رؤى، مع احترامي ليك يا ابن الحلال يا ابن الناس الطيبه، انا مش هشجع كوره تاني طول ما انت بتلعب. ورب الكون طول ما انت لابس فوتبول انا الكوره مش هشاهدها. انا هتفرج على الهوكي، هحضر ماتشات السله. الكوره ما بقتش قاري. انا هعلق هنا صوره بروك ليزنر وريك فلير واحط علامه الدبليو دبليو اي. ما انا خلاص، انا الكوره ما بقتش بتاعتي. انا مش هستحمل اتفرج وانت بتلعب. الجون ده في الابتدائي في الكوره، اما بتروح مدرسه الكوره في الاختبارات او بتروح تتعلم كوره، هي ما بتتعلمش. المشكله ان الناس فاهمه غلط او انتوا فاهمين غلط. الكوره ما بتتعلمش. هو ميسي وكريستيانو اتعلموا كوره؟ يا حبيب قلب الكوره دي غريزه في الراس، مهاره ربنا خلقك بيها، انت بتتفاهم فيه. اما بتروح مدرسه الكوره عشان تنمي مهاراتك. انت بتروح مدرسه الكوره مش عشان تتعلم، بتروح مدرسه الكوره عشان تنمي مهاراتك. تنمي مهاراتك دي ازاي؟ تعرف تقف في الملعب، تعرف ازاي يبقى ليك رؤيه في الملعب، تطور من نفسك، يبقى عندك لياقه بدنيه، الكلام ده كله. في مدارس الكوره زمان كانوا بيقولوا لك طول ما انت في وش الجون ما تشوتش الكوره، تشوت عكس الجون. اللي انت عملته النهارده كارثه، ورب الكون كارثه. ده بيدل ان انت ما لعبتش كوره اصلا. انت يا ابني الفيفا لو شاف الجون ده والمصحف لو وقف النشاط في مصر بسببك. مصر هتنهار في الكوره بسببك. يا عم امشي، يا عم ارحم الناس، ارحمنا من اللي احنا بنشوفه منك. يا ابني انتوا ما بتعرفوش تلعبوا والله، ورب الكون يا جدع والمصحف بتاع ربنا اللي فيه كلام ربنا انتوا ما بتعرفوا تلعبوا. اللي انا شفته النهارده ده يا جماعه، انتوا انا عايز اعرف خبرات الكوره ولا المحللين. انا ما بقتنعش بحد في مصر يعني عموما. في مصر المصادر بتاعت الاستوديو بتكسب بيطلعوك السما، بتخسر بيقولوا عليك ما بتعرفش تلعب. عايز اعرف المحللين او الخبراء هيقولوا ايه على منظر لعيبه الزمالك في الملعب. المذيع بيضحك، المذيع اللي اسمه امير محروس بيضحك. انتم يا ابني والمصحف قارئ الكوره مكاركم. انتوا بتقفوا في الكورنر غلط، بتقفوا في الفاول غلط، بتقفوا في الدفاع في التمركز غلط، كل حاجه غلط. انتوا بتروحوا التمرين تسقوا النجيله ميه، ولا بتروحوا تلعبوا اللي يمسك وياه، ولا انتوا بتعملوا ايه يا ابني؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده فرق الدرجه الثانيه، ده مراكز الشباب ما بيقفوا في الملعب عنكم. يا جماعه ارحمونا من الناس دي يا جدعان، حرام عليكم اللي بيحصل. دي مش منظر لعيب الكوره، دي مش منظر لعيب الكوره. بدليل يا عم ده احنا مركز 5 ولا 6. احنا مين في الدوري ما غلبناش؟ مين في الدوري لسه ما غلبش الزمالك ولسه هتنغلب؟ انتوا كنتوا عايزين تلعبوا تروحوا مركز تاني ولا نلعب افريقيا السنه الجايه؟ حرام يا جدعان اللي بيحصل ده، والله العظيم 3 حرام. دي مش منظر لعيب الكوره تلعب، والله ما دول ملاعب الكوره.
اتفرجوا يا جماعه على الماتش، اتفرجوا على الملخص، شوفوا اي حاجه. حاجات غريبه بتحصل. ناس او كانك جايب مثلا شويه سباكين ولا جايب شويه نقاشين، بتقول لهم انزلوا يلا النهارده انتوا هتلعبوا البرازيل كوره، هتلعبوا الارجنتين في نهائي كاس العالم، هيعملوا ايه؟ هيبقى ده حالهم. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. حسبي الله ونعم الوكيل.